السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نهضر على مغربية في ماليزيا اللي يعني كنت كنشوفها وكنت كنشوف الفيديوهات ديالها وكنت متبعة يعني المشكلة ديالها، وفي نفس الوقت كنشوف آراء الناس وكنشوف آراء بعض القنوات اللي كانوا كيهاجموها وكيكذبوها، والصراحة كلاو في لحمها مزيان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليوم كنقول لكم راه السيدة حطت فيديو كتودع فيه وبنياتها، كتودع فيه بنياتها اللي باقين صغار مساكن ما عارفين حتى فين يحطوا راسهم، ما عارفين حتى فين ينعسوا. دخلت عليكم بالله، واش باقا كتمثل هاد السيدة هادي اولا نتوما كتهمكم غير المشاهدات، كتهمكم غير الارباح والادسنس، هادشي اللي كيهمكم، والعناوين فيما كان شي خبر كما كنقولوا ملاوط خاصكم تجبدوا وتناقشوا وتهضروا وتكذبوا وتكذبوا. وهاد السيده هادي راه ها نتوما شفتوها بعينيكم، ودعت وليد بنياتها وخلاتهم بوحدهم، ما عارفين مساكن باقيين صغار، ما عارفين حتى فين يحطوا راسهم كما تنقولوا. وراه رجعت بحالها للمغرب. دخلت عليكم بالله، فين غتحطوا وجهكم اليوم؟ اش غتقولوا لله سبحانه وتعالى؟ واش ضميركم يعني مرتاح؟ واش هذوك الفلوس اللي ولا الارباح ديال اليوتيوب واش غادي تكونوا فرحانين بها؟ فرحانه بها غادي تشديها وتمشي تفرشي دارك، ولا غادي تشري دار، ولا غادي تشري ما عرفت شنو، ولا غادي تحققي الاحلام ديالك على ظهر الناس؟ واش غادي تطلعي قناتك يعني باعراض الناس؟ واتقوا الله سبحانه وتعالى في انفسكم. هاد السيده هادي الا كانت كتكذب فعليها كذبها، الا كانت كتكذب كاع نقولوا نمشيو معكم حنا بعيد ونقولوا هاد السيده راه كذابه وكتكذب. الا كذبت فراه كتكذب على راسها، ما كتكذب حتى على شي واحد، ويحاسبها الله كما يحاسبنا ويحاسبكم على الكذوب اللي كتكذبوا على الناس. او او لا، ما كيهمكش انت تكون هذيك حقيقه ولا ماشي حقيقه، المهم كيهمكم غير المشاهدات ويعني والادسنس. راه حتى حنايا بغينا نخدموا، ولكن بغينا نخدموا بضمير، بغينا قناتنا تطلع بضمير، بغينا نحطوا شي خبر يكون فعلا بصح، ما نهضروا في حد، ما نهضروا في اعراض الناس. فاتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في وليداتكم، اتقوا الله في هذيك الفلوس اللي غتاخذوا من الادسنس ومن اليوتيوب وغادي توكلوها لوليداتكم. ولا راه نسال الله السلامه والعافيه. واش غادي تقدري تصرفي عليها هذيك الفلوس ولا ما تقدريش تصرفي عليها؟ هاد الجرا كله اللي كنجريو على ود الفلوس، واش غادي تصرفوا عليها ولا ما نتصرفوش عليها؟ على الاقل اختي بغيتي تحطي فيديو حطيه قولي الله اعلم. هاد السيده عاودات حكات قصتها، ولكن الله اعلم، ماشي نتيما كتجزموا وكتقولوا لا راه بصح راه غير كتمثل عليكم، راه غير كتكذب عليكم، راه باغا تطلع القناه ديالها، باغا من حقها تطلع القناه ديالها. ولكن الا كان عندها فعلا مشكل فانت ماشي من حقك اختي تكذبيها، ماشي من حقك انك تهاجميها. راه كما قالوا سيادنا اللوالا، كما تيقول المثل، كل شات كتعلق من كراحها. الا كانت كتكذب راه كتكذب على راسها. وإلا ساعدها شي واحد، الا صيفط لها شي واحد شي مساعدات، فراه كينفع راسو قبل ما كينفعها هي. هذيك الصدقه راه كتسمى صدقه لوجه الله وفي سبيل الله، وحتى شي حاجه ما باطل، حتى ديك الصدقه راه ماشي باطل، لانك من خلال هذيك الصدقه انت كتمناي من الله سبحانه وتعالى انه غادي يعني غادي يبعد عليك مثلا مرض، ولا غادي يحفظ لك وليداتك. يعني شوف النيه انت باش تصدقتي. فما نبقاوش نهضروا في اعراض الناس، الله يجازيكم بخير. على الاقل اضعف الايمان الانسان ما يقول الله اعلم. حطت السيده المشكل ديالها، نقولوا الله اعلم، يقدر يكون بصح يقدر يكون ماشي بصح، ولكن نتوما كتجزموا على ان السيده غير كتكذب، غير كدابه. من نهار بدات كتحط فيديوهات على حياتها وعلى المشكل اللي عندها مع الزوج ديالها، وانتم كتكذبوا فيها وكتهاجموها كانكم عايشين معها في الدار، كانكم عايشين معها في دارها يوميا وشايفين اشنو كاين. اولا بينكم وبينها شي مشكل وكتهضروا وتقولوا لا احنا ما بيننا وبينها حتى شي مشكل، بغات تربح الله يزيدها الله يكمل عليها. والسيده مسكينه سمحت في وليداتها، سمحت في بنياتها باقين صغار، جوج بنيتات باقين صغار مساكن ما عارفين حتى فين يحطوا راسهم.
فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يا ربي يرد ليها، يعني يجمع شملها ان شاء الله عما قريب، ويسهل ليها ان شاء الله الطريق، ويجمعها من جديد مع وليداتها، اللهم امين. وله لا يحرم شي ام من وليداتها، له لا يحرم شي ام يا ربي، يا ربي له لا يحرم شي ام من وليداتها، اللهم امين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الفلوس عماتنا وعمات عينينا، ولينا كنقلبوا غير على المشاهدات، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. انا راه يعني من نهار شفتها كتحط الفيديوهات عمرني ما فكرت اني نحط عليها شي فيديو ولا نهضر عليها، ولكن اليوم اللي ضرني في قلبي هذاك المشهد اللي شفت اثر فيا بزاف وبقى فيا بزاف، وقلت مع راسي شوف هاد الناس اللي كانوا كيهاجموها وظلموها، ويعني بكل وسائل، يعني حتى يعني المتتبعين ديالها اللي كيتبعوها، يعني كتحاولوا تشككوهم وتقولوا لهم لا راه هي كتكذب عليكم، لا راه هي كتطلع القناه على ظهركم. اتقوا الله في راسكم. الا بغيتوا ديروا يعني حالين قنوات وبغيتوا تخدموا عليها بشرف، خدموا عليها ب... بضمير. راه تخيلوا هاد الناس اللي كتهضروا في الاعراض ديالهم يوم القيامه، واخا يكونوا عندك اختي جبوله ديال، ماشي جبل واحد، جبوله ديال الحسنات، راه كل واحد غادي يجي يدي لك حسنات ديالك من الحسنات ديالك. فكري فيها مزيان، وراه الدنيا ما دايماش، والادسنس ما دايمش، والفلوس ما كدومش، راه تيدوم غير وجه الله سبحانه وتعالى. الانسان راه حنا الحمد لله راضيين بالقليل، راه شتي هذاك القليل شتي نخدم على قناتي وتجي نعي داكشي اللي كتب الله نشدو منها، والحمد لله، والحمد لله. المهم اني نقول واحد الكلمه ديال الحق، باني ما نتعدى على حد وما نظلم حتى شي واحد وما نكذب حتى شي وحده، على الاقل نقول الله اعلم. واللي كيمثل راه هو باينين، راه شتي دوك الناس اللي تيكذبوا راه تيكونوا باينين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى مرة أخرى الله يردها لوليداتها مردا جميلة يا ربي آمين. ولا يحرم شي أم من الوليدات ديالها، والله يجمع شمل كل واحد يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نطلب ربي سبحانه وتعالى يهدينا ويغفر لنا ويسمح لنا، وهادشي اللي كاين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفره وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.